السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات إزاي تعمل سمارت هوم بنفسك. زي ما لاحظتوا الفترة دي أنا بحاول أجيب انفرتر وأجيب المنظومة بتاعة تحويل الطاقة عشان انقطاعات الكهرباء اللي بتحصل اليومين دول. عندنا الانفرتر وجبنا البطارية، فالنهاردة هنوضح إجابة السؤال ليه ما ينفعش نشحن بطارية اللي هي دي من الكهرباء اللي خارجه من الانفرتر. يعني الانفرتر هيحول الكهرباء 10 فولت دي سي ل 220 فولت اي سي. هل بقى ال 220 فولت اللي ينفع نشحن فيها البطاريه دي ولا ما ينفعش؟ يلا بينا. طيب احنا بنكون عندنا في المنظومه بتاعتنا لازم يكون في انفرتر، وده اللي بيحول الفولت من 12 او 24 او 48 دي سي ل 220 اي سي. وبيكون عندنا البطارية، وبيكون البطارية ليها اكتر من سعة. في بطارية 7 امبير، في 40 امبير، في 100 امبير، في 150، في 200. لو افترضنا ان اللمبة تستهلك 1 امبير في الساعة، فالامبير بيتحرك من البطارية ويروح للانفرتر، ومنها يروح لللمبة فاللمبة تنور. دي كده اول دورة. طب لو انا عايز اشغل لمدة ساعة تاني، محتاجين ان 1 امبير تاني هيتحرك من البطارية للانفرتر ومنه لللمبة فتنور تاني. كده اللمبة استهلكت 2 امبير في ساعتين. طيب نيجي بقى للسؤال بتاع الفيديو. هنتكلم عن الموضوع نظريا لان ما ينفعش نعمله عمليا، لان في بعض الانفرترات بتضرب كمان بسبب الموضوع ده. البطارية فيها 100 امبير، تتحرك عن طريق 12 فولت توصل للانفرتر. الانفرتر بياخد ال 12 فولت دي سي اللي شايله الامبير ويحولها ل 220 فولت اي سي اللي شايله الامبير برضو، ويكمل بيها لغايه تنجر الشحن. وتنجر الشحن يقوم واخد ال 220 فولت اي سي ومحولها ل 12 فولت دي سي ويرجع الامبير تاني للبطاريه. هي الدوره كده تعتبر مقفوله، واحنا كده ما استفدناش حاجه. الاصعب كمان وانت مشغل حمل على الانفرتر، فلو هما 2 امبير هيروحوا يتحركوا مع بعض. واحد هيروح لللمبة هينورها ويشغلها، والتاني هيروح للبطارية عشان يشحنها. فانت بدأت الدورة بتاعتك ان في 2 امبير جوه البطارية، ونهيت الدورة ان في 1 امبير جوه البطارية، ففي فاقد طبعا مش هتنفع يعني. طبعا مع ملاحظة لو في 2 امبير هيروحوا 1 امبير لللمبة وواحد للشحن البطارية، ففي 1 امبير تاني بيكون فاقد للاستهلاك بسبب الانفرتر نفسه بيستهلك طاقة، والأسلاك كمان اللي مستخدمها بيبقى ليها مقاومة وبتستهلك برضو في فاقد للطاقة. طيب، ومن هنا نقدر نفهم الصورة ان الفولت مش هو الأساس في الموضوع خالص. الفولت ده ما هو إلا شدة التيار اللي هي بتدفع الأمبيرات علشان توصلها من مكان لمكان. مقاومة زي مقاومة الأسلاك أو كده هي اللي بتقلل وصول الأمبير من مكان لمكان. فمعنى ان الانفرتر حول الكهرباء من 12 فولت ل 220، معناتها انه حول شدة التيار نفسها، القوة اللي بتدفع الامبيرات، 12 فولت تيار مستمر ل 220 فولت تيار متردد. لكن الاساس في الموضوع كله هو الامبيرات. طيب عشان نعرف باختصار كده ايه هو الامبير. الامبير ده عبارة عن تدفق ضخم من الالكترونات بتتحرك من الطرف السالب للطرف الموجب. اتمنى يا جماعة ان في اخر الفيديو تكون الصورة وضحت وعرفنا بالظبط ليه ما ينفعش ان احنا نشحن البطارية من الكهرباء اللي خارجة من الانفرتر. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان نكمل بقية الفيديوهات عن الموضوع الشيق ده.